Boys. Hallo meine liebe Brüder und Schwester, wie geht's euch? Hoffentlich gut. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب ثالثة ثانوي، أهلا وسهلا بكم. معاكم هير هيثم المصري، معلم أول لغة ألمانية. الحمد لله تعالى خلصنا مراجعتنا كلها على الأرض في الأماكن اللي احنا شغالين فيها، ووعدنا الناس كلها ان احنا مراجعتنا كلها نرفعها على اليوتيوب كوستن لوز، يعني بدون تكلفة، مجاني لطلبة مصر كلها من اسكندرية لأسوان. بس كل ساعتك هتعمله هتخش على اليوتيوب وتعمل ريسيرش على القناة بتاعتنا، اسمها دحيح ألماني، اسمها مميز اهو، دحيح ألماني. هتظهر القناة عندنا، واحنا الفيديوهات القديمة كلها شلناها، وهسيب لك بس مراجعة ليلة الامتحان. ندخل في الموضوع على طول، بما انك مستعجل ومفيش وقت وداخل على امتحان العربي، فانا عايز اقول لك ان امتحان الألماني بتاعنا كل الناس عارفة ان هو 31 سؤال، منهم 29 سؤال موضوعي، يعني سؤال أسئلة اختيارات هتجاوب عليها بره في البابل شيت، وعندي سؤالين مقالي بالترتيب بعد اذنك، سؤال رقم 30 وسؤال رقم 31. الحاجات دي كلها هتجاوبها في ورقه خارجيه بره مع البابل شيت. طيب انا هبدا لك بالسهل النهارده، وزي ما قلت قبل كده ان اكتر 6 درجات مضمونين عندنا في الالماني بل في الثانويه العامه كلها هو المقالي بتاع اللغه الالمانيه. علشان كده انا جاي النهارده عشان اطمنك واقول لك خد 6 درجات حطهم في جيبك اهو، هديه ليك من اللغه الالمانيه. بس استاذن حضرتك في الاول خالص انك هتسمع كلامي وتمشي معايا خطوه بخطوه، واحده بواحده. فين الكلام ده هير؟ فين ال6 درجات؟ تعال ناخدهم. اول حاجه عند المقالي. هو المقالي شكله عامل ازاي؟ قال لي المقالي عباره عن جزئين، في جزء اول وجزء تاني. الجزء الاولاني عباره عن ايه؟ قال لي ايميل سعادتك فيها اسئله انت هترد عليها كام درجه؟ عليها 3 درجات. طب والجزء الثاني اسمه ايه؟ قال لي اسمه اوفزاتس. يعني ايه اوفزاتس؟ يعني موضوع تعبير، هتكتب موضوع تعبير، ما تتخضش، سهل جدا ما تقلقش. برضو عليه كام درجه؟ 3 درجات. طب ازاي اخد ال3 درجات دول؟ انا همشي معاك واحده واحده، بس انا بحذرك في الاول خالص اهو من قبل ما ابدا، اعرف ترتيب السؤال. السؤال رقم 30 هو الايميل، السؤال رقم 31 هو الاوفزاتس موضوع التعبير. لو انت بدلت، والكلام ده اتقال لسه، لو انت بدلت حليت الايميل مكان الاوفزاتس هتاخد 0 في الاثنين. فعلشان خاطري التزم بالكلام اللي انا بقول لك عليه. تعالى مع بعض بقى نحل الايميل. انا ادخلك في الموضوع على طول يا شباب اهو. هنبدا مع بعض سعادتك في السؤال الرابع ب6 درجات. هنبدا طبعا هو السؤال بالامانه اسمه شريفتليشر اوسدروك. شريفتليشر اوسدروك يعني مقالي. تعال نبدا بالايميل. ازاي ترد على الايميل؟ انا كاتب الكلام ده كله بالعربي، فالتزم بيهم واحده واحده. رقم 1 هو هيجيب لك طبعا مربع فيه اسمين وجوه فيه اسئله. ارد انا ازاي؟ قال لي هتنزل تحت تعمل مربع. لازم اعمل مربع؟ يعني ايه صعب عليك؟ اعمل مربع، هو اصلا المربع هيكون موجود اصلا يعني. فالخطوه الاولى هتعملها ايه؟ قال لي رقم 1 سعادتك هتعمل ايه بقى؟ قال لي هتبدل الاسماء. ابدل ايه الاسماء؟ يعني الاسم اللي فوق نكتبه تحت، والعكس، واللي تحت اكتبه ايه؟ فوق. رقم 2، ودي مهمة جدا جدا جدا، قبل ما تبدأ تحل حاجة خالص يا جماعة لابد من تحديد الأسئلة. اشمعنى بتسأل ليه لازم أحدد الأسئلة؟ علشان غالبا هيبدأ الإيميل بتاعك بجملة خبرية. يعني جملة خبرية؟ يعني جملة آخرها نقطة، يعني مش سؤال. طب أنا هرد على الأسئلة دي على الجمل الخبرية؟ لا طبعا، أنت بترد فقط على الأسئلة. فأي جملة هتلاقي جملة آخرها نقطة مالكش علاقة بيها إطلاقا، ليك علاقة بالسؤال. واحد هيسأل سؤال معلش كده يقول لي وانا اعرف السؤال ازاي؟ يا نهارك ابيض. هتعرف السؤال بحاجتين سعادتك. اولا السؤال هيبدأ بأداة ايه؟ استفهام. طب مش عارف أداة الاستفهام اللي هو اولها حرف الفي، غالبا السؤال بيكون اخره علامة ايه؟ استفهام. فسعادتك هتعد علامتين استفهام، يبقى كده كام سؤال؟ سؤالين. واي جملة تانية اخرها نقطة مالكش علاقة بيها. بعد كده طب هرد على السؤال ازاي؟ الكلام ده انا هعمل لك عملي دلوقتي، بس انا بنقرا معاك واحدة واحدة. رقم 1 قال لي ترجم أداة الاستفهام، وبعد ما ترجمها احذفها واكتب مكانها الإجابة اللي انت حافظها. واستأذنك احفظ إجابة ثابتة لكل أداة. أنا مش عاوز فلسفة، يعني أي سؤال بفوق أين احفظ له إجابة ثابتة، أي سؤال بفضل متى احفظ له إجابة ثابتة. تمام. رقم 5 وآخر حاجة، كمل باقي الجملة بنفس الترتيب مع تغيير الضمير، ونهاية الفعل بقول بنفس ايه؟ الترتيب. كل ده يا شباب كلام نظر. عايزين نخش في العمل على طول بقى. بقول لسعادتك خد ادي السؤال اللي جه في او الايميل اللي جه في الامتحان الاسترشادي اللي نزلته الوزاره من حوالي 3-4 اسابيع. تعال نطبق بقى. احنا قلنا اول حاجه نعملها ايه؟ حد فاكر يا شباب؟ قال لي اول حاجه هنبدل الاسماء. برافو علينا. يعني هكتب عادل فين؟ فوق، ومارك فين؟ تحت. يبقى انا فوق خالص هقول له ايه بقى؟ قال لي هقول له هلو عادل زي جود. برافو عليك. تمام. طيب وانزل مين تحت؟ واكتب مارك تحت. دي الخطوه الاولى عندنا. الخطوه الثانيه حد فاكرها؟
انا فاكر هي ايه؟ لابد من تحديد الاسئله. ابص هنا كده، ايش هابي جهورت دو بيست غانج، انا سمعت ان انت تعبان، هو ده سؤال؟ لا مش سؤال. ليه؟ علشان ما فيش في اخره اداه استفهام، فجمله خبريه زي دي ماليش علاقه بيها. فين السؤال؟ عد معايا، ادي اهو سؤال اهو اخره علامه استفهام، وادي سؤال تاني اهو اخره علامه استفهام. كده انا حددت الاسئله، والناس الشاطره اللي فينا وعارفه ان السؤال هنا بدا باداه استفهام اسمها فاس، وهنا بدا باداه استفهام اسمها في لونج. ادي الاسئله اللي موجوده في الايميل. تخيل يا طالب يا جدع انت ان انت هتكتب كلمتين هتاخد عليهم 3 درجات، تكتب كلمتين بس تاخد عليهم 3 درجات. ازاي الكلام ده؟ السؤال بيقول لك was hast du denn، انا سمعت ان انت مريض تعبان، عندك ايه؟ ادي السؤال، بقول له ماذا لديك، عندك ايه؟ طب اجاوب ازاي؟ انا عارف اللي داير في دماغك، هتقول لي هنشيل اداه الاستفهام ونعمل مقص ونبدل ونكتب الاجابه في الاخر. صح، الطريقه دي صح مليون في الميه، لكن خد الطريقه الثانيه اللي اسهل منها، اللي هي ايه؟ واحد بيقول لك انت عندك ايه؟ عنده انفلونزا، عنده صداع، عنده حمى، عنده كحه، صح؟ ابدا بالاجابه في الاول. يبقى رقم واحد هنشيل اداه الاستفهام اللي عندنا دي، هنشيل فاص اهي وننزل مكانها الاجابه اللي احنا حافظينها. عندك ايه يا كابتن؟ عندي حمى يا هير. طب حمى بالالماني يا ابني اسمها ايه؟ قال اسمها فيبا. انا شلت اداه الاستفهام وكتبت الاجابه. واحد هيستعجل ويحط نقطه ويقول لي بس انا عملت اللي عليا هنا، انا جاوبت اهو. لا يا بيه، دي اسمها اجابه ناقصه. هو مشترط عليك فوق، قال لك كده انت فورتن زي، جاوب حضرتك، او في ديزي فولجين دي ايميل، على الايميل اللي جاي ده ميت جانسن زيتسي، يعني بجمل كامله، لازم الجمل تبقى كامله. طب انت وقفت لحد هنا، والله غالبا ممكن ما تاخدش درجه خالص، وساعات ممكن يديك نص. طب وانا ليه انقص نص درجه او درجه ليه؟ ما انا بكمل بقى الكلام من فوق، اشيل الاداه واكتب الاجابه اللي انا حافظها اسمها فيبر، وبعد كده نزل كل حاجه مكانها. الفيرب هنا اسمه ايه؟ هاست، ينزل مكانه برضه رقم 2. اهم حاجه يا شباب في الالماني، زي ما كنا بنغني زمان ونقول الف ب الماني، الفعل مكانه التاني. برافو عليك، حتى في الاجابه الفعل رقم 2 بس صرفته، بدل هاست بقى اسمه هابي. عندي الضمير اسمه دو، ينزل مكانه بس مع تغيير الضمير يبقى اسمه ايش. خلاص جاوبت، كمل لو في اي كلام في الجمله كمله. دين، برافو، وحط نقطه في الاخر. ده كده السؤال الاولاني، كده انا حطيت نقطه اهو، تمام كده. خدت ايه يا باشا؟ درجه ونص تقريبا. فين السؤال الثاني؟ قال السؤال الثاني اهو بدا باداه استفهام اسمها في لونج، ترجم اداه الاستفهام. شاطر، سامعك وانت بتقول هناك كلمه في لونج معناها كامل ايه؟ كامل مده. في لونج بلايبست دو ام بت، انت هتقعد قد ايه في السرير؟ انا حافظ اجابه ثابته، ايه هي؟ هقول له دغاي طاجي 3 ايام. برافو عليك، صح. يبقى انا شلت اداه الاستفهام وكتبت مكانها الاجابه اللي انا حافظها، دغاي طاجي. طب وبعد كده شاطر، كمل بقى. بلايبست هتنزل في الاجابه الفيرب يبقى اسمه بلايبي. برافو عليك، زير جود. طب ودو تنزل في الاجابه تبقى ايش؟ طب والتكمله كمل زي ما هو يبقى ام بت. كده انا جاوبت على الايميل وخدت فيه 3 درجات، الدرجه النهائيه. عملت ايه لو انت مركز معايا؟ شلت كلمتين اللي هما فاس وفي لونج وكتبت مكانهم كلمتين، خدت فيهم كام درجه؟ 3 درجات. طب والباقي كملته من الايميل زي ما هو. اللي لو في حد هنا مش مركز معايا او اتلخبط، انا نزلت لك السؤال تحت تاني اهو، الطريقه اللي انا ماشي بيها. فو، اداه الاستفهام اسمها فو، يعني فو هترجم بالعربي معناها اين. ساعتك هتبقى حافظ اجابه ثابته في دماغك اللي هي ايه بقى؟ ان كايرو. طب واحد مش عاجباه ان كايرو، واحد بيقول له اين تكون الحفله، مش هقول في القاهره، ما تكتب حاجه تانية. هقول له في المنزل. طب اسمها ايه؟ هيقول لي اسمها ان هاوس. هقول له حمار، مع احترامي ليك. ليه؟ لانها غلط، المفروض تكتب اتسو هاوس. طالما انت هتتفزلك وتكتب اجابه اكتبها صح. واحد تاني هقول له مثلا في الفندق اكتب، اقول له ان هوتيل، اقول له غلط لان اسمها ام هوتيل. فاسمع كلام احسن، احنا بنجيب الاجابه اللي هي الجراماتيش تبقى صح، الجرامر بتاعها صح، ما فيهاش فيه الاخطاء. برافو عليك. بس سؤال بفو هكتب ان كايرو. طب هنا الفيرب اهو رقم 2 اهو موجود اهو، فونس نزله مكانه مع التصريف، بدل اس تي بقى اخرها ايه في الاخر. وهنا الضمير اسمه دو، شيل دو اكتب مكانها مين؟ ايش، بنفس الترتيب، وبدل علامه الاستفهام حطيت نقطه. كده انا جاوبت على الايميل كلمه بكلمه، كلمه بكلمه. واحد يقول لي طب انا دلوقتي دوري ايه؟ هو عشان تقفل السؤال ده دورك حاجه واحده بس، اللي هي ايه؟ ان سعادتك تحفظ ادوات الاستفهام اللي عندي، كل اداه مع اجابتها، كل اداه وثبت لها اجابه واحده بس. مش مهم التكمله، اين تسكن، اين تعيش، اين تدرس، اين تلعب، اين تكون الحفله، اين يكون الكورس، هي اجابه واحده بس اسمها ايه؟ ان كايرو. اكتب اي اجابه براحتك، بس حاجه، اهم حاجه تبقى صح. كويس قوي. كده انا اتعلمت ده السؤال ودي الاجابه. واحد يقول لي طب هي فين بقى؟ هي ايه؟ ادوات الاستفهام. وفين الاجابات الثابته اللي انت قلت لي عليها؟ بقول لك يا شاطر يا استاذ منك ليه،
ان كل ادوات الاستفهام اللي موجوده عندي في اللغه الالمانيه او في ثالثه ثانوي كلها يا جدعان مش هتخرج بره الكلام اللي على السبوره ده. انا جمعته لك كله في المربع الجميل ده، امشي ورايا واحفظ معايا. فو اداه استفهام معناها بالعربي اين. طب اي سؤال باين كاتب لك 3 اجابات، احنا اتفقنا نكتب في الاجابه ايه؟ ان اليكس. برافو عليك. عايز تكتب في المنزل اكتب اتسو هاوس، في فندق ام هوتيل. صح، بس انا كل احفظ بسرعه. فو يبقى ان اليكس، فو ان اليكس. اي اجابه تانية صح. اي سؤال هيبدا بفو شيل فو حط ان اليكس وكمل ترتيب الجمله زي ما هي. برافو علينا. السؤال الثاني بادئ بحاجه اسمها او اداه استفهام ثانيه اسمها فان، وفان معناها متى. متى تبدا الحفله؟ متى يبدا الكورس؟ هنقول له زيكس اور، الساعه كام؟ الساعه 6. طب ما في مورجن، مورجن الصغيره دي اللي معناها غدا من غير حرف جر، مورجن عادي. الحفله هتبدا امتى؟ بكره. الحفله هتبدا امتى؟ الساعه 8. الاثنين صح. عندي اداه استفهام اسمها فيا، وكلمه فيا معناها من للعاقل. مين مسافر معاك اسكندريه؟ عارفك انت هتقول اه مسافر مع عيلتي. طب يعني ايه كلمه عيلتي؟ هتقول ماين فاميلي. يعني الباشا هنا يقول لي بقى ماين، ده اللي بحذرك منه، ماين فاميلي. طب ما هي فاميلي صح، لكن ماين هنا غلط، المفروض تبقى اسمها ايه؟ شاطر، اسمها ايه؟ ماين فاميلي. فانا ببعد عن كل ده وبجيب لك اجابه حتى لو مش هي لوجش، لو مش هي منطقيه قوي، بس هتحسب صح. انا كراجل بصحح، انا ليه اجابه تمشي في الالماني صح؟ اه صح. فاي سؤال بفيها مين مسافر معاك، مين هياخد الكورس، مين هيحاسب، مين هيركب، مين هينزل، يبقى نجيب اسم ولد او بنت. انا اخترت اسم مين؟ علي. برافو عليك. سؤال بفوهين، فوهين يعني الى اين، انت مسافر فين؟ ناخ كايرو. طب فوهير جاي منين؟ اوس كايرو. سؤال بفي، ودي مهمه جدا يا شباب. اداه الاستفهام في معناها كيف. طالما في وبعد منها فيرب اسمه است اللي هو معناه ايه؟ يكون. برافو عليك. كيف تكون الحفله؟ ايه رايك كيف تكون الحصه؟ كيف تكون الرحله؟ هنختار صفه. اسهل صفه عندنا اسمها جود. كيف يكون الطقس؟ جود. كيف تكون الحفله؟ جود. شيل في واكتب جود وكمل الجمله زي ما هي. واحد يقول لي طب لو سأل بفي كيف بس جاب الفعل فيرست. فيرست يعني يسافر، انت هتسافر ازاي؟ او في كومست كيف تأتي، بتيجي المدرسة ازاي؟ يبقى انا عايز وسيلة ايه؟ برافو عليك، عاوز وسيلة مواصلات. طب اسهل وسيلة عندنا اسمها ايه؟ ميديم اوتو. طب واحد يقول لي انا جاي تسوفوس على رجليه، وحشة حلوة، بس خد بالك لما يجي يقول لك بس انت جيت من المانيا ازاي، صعب انك تيجي على رجليك يعني. السؤال السابع هنا في الت، كام المدة انت عندك، كام العمر قصدي، عندك قد ايه، عمرك قد ايه؟ فنقول له اخد سين ياري الت. في فيلي، كام العدد؟ هتجاوب برقم وبعد منها اسم معدود. كله بيتلخبط مع انها سهله جدا. يعني ايه اسم معدود؟ انا قلت لك كم عدد الابناء اللي عندك، هتقول لي 3 اخوات ولا 3 ابناء؟ اكيد 3 ابناء. كم عدد الاقلام اللي ماسكهم في ايدك؟ عايز اقول له مثلا 3 اقلام ولا 3؟ اكيد 3 اقلام. كم عدد المواد اللي بتدرسها في ثالثه ثانوي؟ هتقول لي 7 ايه؟ 7 ابناء ولا 7 مواد؟ اكيد 7 مواد. فانا بجيب الكلمه اللي جايه بعد في فيلي واكتبها بعد الرقم اللي عندي. خلصنا كده، لسه في شويه كمان صغيرين اهو. باقي ادوات الاستفهام اللي عندنا يا شباب، باقي ادوات الاستفهام اللي موجوده عندنا فين خد عندك اهو. نيجي لواحده مهمه جدا جدا اسمها ايه بقى؟ اسمها في لونج. انا حاسسها السنه دي، يعني انا حاسس ان في الايميل بتاع ثانويه عامه 2023 هيجيب لي السؤال بفي لونج. يعني ايه في لونج؟ كام المده؟ هتقعد قد ايه في الحصه دي؟ هتقعد قد ايه في المدرسه؟ هتقعد قد ايه في الكورس؟ في الاجابه نقول له ايه بقى؟ دغاي طاجي. كام يوم؟ 3 ايام. وفي اجابه عبقريه تمشي لاي سؤال اللي هي بس اخت اوه. يعني لما يسالك كام المده اللي هيقعدها الفيلم، انا بقول له يا ابني اكتب 3 ايام، يقول لي هو في فيلم هيقعد 3 ايام؟ يا سيدي هتحسب صح. طب لو عايز اجابه منطقيه تقول له بيس اخت اوه لحد الساعه 8. الرحله هتقعد قد ايه؟ لحد الساعه 8. الحصه مكمله لحد امتى؟ لحد الساعه 8. يبقى اي سؤال هيجي عندك بفي لونج كام المده، شيل في لونج واكتب يا اما دغاي طاجه او بيس اخت اوه. في توير كام السعر؟ هنقول له 9 اورو. 9 اورو. في توير كام السعر؟ في اوفت كام مره؟ غالبا هتيجي مع تابلتين. انت بتاخد الاقراص او الدواء ده كام مره في اليوم؟ فهتقول له تغاي مال كام مره؟ 3 مرات. لو انت مركز معايا ان في كل الادوات اللي فاتت بشيل اداه استفهام واكتب اجابه واحده انا محفظها لك، اقول لك لحد هنا 100 100، ما عدا الاداه الاخيره اللي هي فص. دي اداه عندها عقوق بالالمان. ليه؟ ما بتمشيش على الكلام. تقول لك لا 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 انا مش هاكل مع الكلام ده. ازاي؟ تقول لك يا باشا فص ما ينفعش احفظ لها اجابه ثابته. ليه؟ لان لازم اترجم الفعل اللي جاي بعدها. لما اقول لك ماذا تاكل، ينفع تقول لي مثلا كولا او تقول لي فصا او تقول لي تي شاي؟ ينفع؟ لا، لازم اجيب حاجه بتتاكل. ماذا تدرس؟ اجيب حاجه بدرسها. ماذا تحضر معك؟ اجيب حاجه ينفع اخدها معايا. يبقى لازم اترجم الفيرب او الفعل اللي جاي بعدها. اشهر حاجه عندنا فاس كوستت. كام التكلفه؟ شيل فاس
وتعالى الناحيه الثانيه واكتب له 10 اورو وكمل الجمله زي ما هي. سؤال مشهور، فاس ماخس دو، ماذا تفعل؟ في الاجابه لاينن كورس. صعبه اينن كورس. شيل يا باشا فاس واكتب هنا سبورت. اظن كلنا عارفينها انجلش الماني كلنا فاكرينها. سبورت يعني رياضه، صح؟ فاس برينجز تو دو، جايب معاك وانت جاي، عمل لك عيد ميلاد، جايب معاك وانت جاي، هقول له تورته. واحد مش عاجباه تورته، لا صعبه في الامتحان وكتب كولا، يا سيدي براحتك. واحد هيجي في ايده بناني موزه، فيها مشكله؟ لا صح. واحد هيجيب لنا طماطي، فيها مشكله؟ برضه يا باشا الاجابات كلها صح، زي وجود. فاس كاوفست دو، ماذا تشتري؟ هتشتري ليه وانت جاي او رايح المول؟ هتشتري منه ايه؟ في الاجابه قال لي ايه؟ ايني بلوزي. فاس هاست دو، عندك ايه؟ مش انت تعبان؟ عندك ايه؟ زي ما قلنا فيبا. واحد مش عاجباه فيبر وعايز يكتب مثلا كوبف شميغتسن، براحتك. هالس شميغتسن، براحتك، بس انا بختار لك اسهل حاجه. اخر حاجه عندي بقى فاس توت في، ماذا يؤلمك؟ في الاجابه تقول له ماين كوبف وكمل الجمله زي ما هي. تخيل ان انت بال 12 اداه استفهام دول غالبا ان شاء الله مفيش اي سؤال مش موجود هنا. انا ممكن اعمل منها تبادل وتوفيق واجيب لك حوالي بتاع 100 سؤال كاملين، بس كلهم هيبداوا بنفس ادوات الاستفهام. فعشان خاطر انا بحبك يا باشا، اسمع كلامي في اللي بقول لك عليه، شيل الاداه واكتب الاجابه الثابته اللي احنا اتفقنا عليها. واحد يجي يقول لي بص يا باشا انا ما فهمتش حاجه يا هري من اللي انت قلته ده كله. ليه يا ابني؟ ما احنا ماشيين بالراحه اهو. يقول لك ما فهمتش. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ انا عايز اشوف السؤال قدامي بالكامل عشان اعرف انت عملت ايه، واشوف الاجابه الناحيه الثانيه واقارن بقى واطبق كله قصاد بعض عشان افهم انت عملت ايه بالظبط. اقول له والله انا ما مزعلك، بس بقى قبل ما اجيب لك الكلام ده في حته مهمه جدا جدا لازم تاخد بالك منها. هي ايه؟ لاحظ احنا قلنا هنغير الضمير، صح؟ لما كان السؤال بدو تحت جاوبت بايه؟ ها، اسمعك جاوبت بايه؟ بايش. برافو عليك. طب هو في الامتحان هيجيب لي دو بس؟ لا، ده عندي ضمائر كتير موجوده في الالمان. هنا السؤال بدو، في الاجابه الناحيه الثانيه تبقى ايش. السؤال بايه، لما تلاقي ايه شيلها وحط فير. السؤال بزيج غوص احترام، في الاجابه الناحيه الثانيه جاوب بحاجه اسمها ايش. ما تنساش تغير الضمير. الضمير فير نحن ما بيتغيرش. سؤال بفير، احنا هنروح فين النهارده؟ احنا هنروح السينما. احنا هنعمل ايه النهارده؟ احنا هنعمل كذا. يبقى السؤال بفيا في الاجابه تبقى فيا. ما تنساش بعد اذنك الحلقه الاعرابيه. دي في الضطيف في الاجابه تبقى مية. سؤال بديش في الاجابه تبقى مش. سؤال باويش في الاجابه تبقى انس. ضمائر الملكيه، اي سؤال بضين في الاجابه تبقى ماين. واكيد يعني السؤال بضيني في الاجابه تبقى ماين. برافو عليك. السؤال باير او ايغي في الاجابه تبقى ماين او ماينه. لحد هنا انا غيرت الضمائر. في حاجه مهمه، تصريف الفعل هير ماله يا ابني؟ مش انا قلت لك ان اي فعل اخره اس تي لما يجي مع ايش يبقى اخره في الاخر ايه؟ بس برضه مش هسيب لك حاجه عشان قلت لك ووعدتك ان انت تقفل معايا. بقول ابسط حاجه، انا عامل حسابي ان في طالب قدامي حتى الان ما فتحش الالمان وجاي النهارده يتفرج على الفيديو ده عشان يعرف يلم الدنيا. فانا ماشي بدماغ الراجل ده، ومع ذلك ماشي بدماغ اشطر واحد قاعد يتفرج علينا. يقول لي هير طب مش كل الافعال ضعيفه؟ صح، في افعال شاذه، نعمل فيها ايه؟ جايب لك اهم الافعال الشاذه. لو الفعل يكون بيست جاي مع دو، طب انا هصرفه مع ايش يبقى اسمه ايه؟ بين. برافو عليك. الفعل فيرست يصبح لما اصرفه مع ايش في الاجابه يبقى اسمه ايه؟ فيردي. طب هاست يملك في الاجابه يبقى اسمها ايه؟ هابي. يبقى اغلب الافعال كلها اس تي مع دو ايه مع ايش. 3 افعال شواذ ما تنساهمش. بيست تبقى بين، فيرست تبقى فيردي، هاست تبقى هابي. تمام كده زي الفل. تعال بقى اوريك بقى الاسئله قدامك اهي بالكامل اهي. خلاص، وهوريك وهعلم لك على واحده بس ثانيه كده بقى. القلم ده مش عاجبني انا خطه كده فهنغير اللون بتاعه، بحب الاحمر انا. اول سؤال عندنا بيقول لك ايه بقى؟ فو بيست دو. فو بيست دو، سؤال بفو اين. بص انا عملت ايه؟ شلت فو وكتبت الناحيه الثانيه عملنا ايه؟ فين الاحمر اهو؟ السؤال هنا بفو صح. اين شيلنا فو كتبت في الاجابه ان كايرو، صح كده؟ ها، الفعل بيست هشيله واكتب مكانه مين؟ بين، في نفس الترتيب. السؤال بدو شيلت دو، ما بتعلمش ليه هنا؟ في الاجابه الناحيه الثانيه قلت ايه؟ ايش. طب سؤال تاني معلش، ها، سؤال بفن يعني متى؟ عايز في الاجابه وقت، ساعه، اتفقنا. زيكس الساعه 6 صح. كومست بدات تحفظ اهو، بدات تمشي معايا. في الاجابه تبقى كومي. دو مكانها تبقى ايش. كملت الجمله زي ما هي. تاني هقول تاني. رقم 3 سؤال بفيا من للعاقل، اشيلها واكتب مكانها اسم ولد. ها، قم تنزل زي ما. طب ليه هنا بقى الفعل نزل زي ما هو؟ ليه الفيرب هنا؟ قال لي ما هو ما فيش ضمير اتغير. هنا بقول لك مين جاي معاك؟ قلت احمد. هنا مفرد وهنا مفرد، فالفعل نزل زي
ما هو، وكملت الجمله زي ما هي. دي كل الاسئله اللي احنا قلناها قبل ما نشرح دلوقتي. في اسئله جديده على فكره هنا، مثلا يعني السؤال اللي قلت لك عليه بتاع في فيرز دو، كيف تسافر. ما تستعجلش، ما تقولش هنا في بيسال عن صفه، ازاي ده في فعل اسمه يسافر اهو، يبقى عايز في الاجابه ايه؟ ها، وسيله مواصلات، برافو عليك. هشيل في وقت في الاجابه مدين بوس. في الت قلناها، في فيلي قلناها، فاس قلناها، فاس قلناها، فاس هاس دو قلناها. تعالى بقى السؤال نمط سفولف ده 12 ده بيقول لك ايه بقى؟ فاس هات دي ارتست جيزاكت. يعني ايه؟ هو الدكتور قال لك ايه؟ مش رحت كشفت؟ قال لك ايه الدكتور؟ في جمله احفظها بقى، هيقول لك ايه بقى؟ هتقول له ايش ذل انا ينبغي ان بت في السرير بلايبن. قال لك ايه الدكتور؟ ينبغي ان انا ابقى في السرير. سؤال زي كده احفظ اجابته. الحاجات الجديده اللي مختلفه هقول لك عليها. السؤال نمر فون في 15. بص السؤال عامل ازاي؟ فاس مشتست دو كاوفن، انت هتشتري ايه؟ اشيل فاس واكتب الحاجه اللي انا هشتريها اللي هي اين بلوزي. تمام، برافو عليك. طب والفيرب مشتست مكانه هو فعل ناقص، مشت اخره ايه؟ طب السؤال في دو، اشيلها واحط مكانها ايش. طب وكاوفن مصدر في الاخر، ينزل الانفينيتيف برضو في الاخر. معلش انا لازم اعمل كده عشان الناس اللي ما كانتش حاضره او ما خدتش الكلام ده من اول السنه تعرف تفهم وتتابع معانا كويس. ماشي يا بيه، هعدي بقى كده. خلاص تعالى بقى، انت وعدتني في ايه تاني؟ دي بقى الاسئله برضو ايه اللي كانت موجوده عندنا. لو في حاجه جديده هقول لك على لا، تعالى 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 تعالى. السؤال ده بيقول لك فيلش جروسي براوخست تدو، انهي مقاس اللي انت محتاجه؟ عادي جدا، ماين جروسي مقاس يا باشا است اختون تتغيسش. فيلش فاربي، انهي لون اللي بيعجبك؟ هشيل كل ده واكتب اسم اللون. بلاو صعبه، بلاو صعبه، صعبه، اكتب غوت يا اسطى. حلوه غود دي، احمر هيبقى نفس اللون بتاع القلم. طب فيلشر تاج، السؤال ده على فكره جه قبل كده في ثانويه عامه. فيلشر تاج است دي نيكست فراي تاج، هو الجمعه الجايه ده موافق كام في الشهر؟ شلت انا فيلشر تاج والناحيه الثانيه قلت له دي اغست ماي، الاول من شهر ايه؟ مايو، برافو عليك. بعدين اذا ركز معايا في السؤال ده كده، هنا بيقول لي اوف فيلشم جلايس فيرت ديرت سوق اب، على اي رصيف يتحرك القطار. ملاحظ حاجه؟ عارفك انك ملاحظ. ملاحظ ايه؟ واحد شاطر يقول لي يا هير اداه الاستفهام اسمها فيلشم، بس جه قبل منها حرف جر اسمه ايه؟ اوف. جدع يا واد، برافو عليك. طب انا لما اجاوب على السؤال ده اجاوب ازاي؟ قال لي طالما السؤال بدا بحرف جر ابدا بحرف الجر في الاجابه الناحيه الثانيه وبعدين يحلها ربنا. اوف يبقى اوف الناحيه الثانيه. بيقول لك هو القطر هيتحرك على رصيف كام؟ حلو، هيتحرك ده صح؟ هيتحرك على رصيف كام؟ فقال له اوف جلايز دغاي على رصيف رقم كام؟ 3. بس اللي تاخد بالك منه طالما في او في السؤال في او في الاجابه. ايه تاني هنا اهو؟ السؤال ده برضو سهل جدا وجميل. زايد فان، منذ متى بيست دوك رانك، انت مريض من امتى؟ السؤال بدأ بحرف جر اسمه زايد، ابدأ بيه في الإجابة يبقى زايد. منذ قد ايه؟ دغاي طاجن. جدع يلا. ليه جدع؟ ليه؟ عشان قال لي هنا طاجن اخرها في الاخر ايه؟ ان، عشان قبل منها حرف جر اسمه ايه؟ زايد، صح. اب فان بدأ من امتى؟ في حرف جر اب اخت اوه. بيس فان الناحية التانية بيس اخت اوه. سؤال بفين، هي فير، بس دي في حالة الاكاكا. يعني ايه اكاكا؟ جدع، اكوزاتيف. فين يبقى الناحية التانية كتبت مين؟ عادل. وهكذا. وهنا سؤالين مختلفين تقراهم مع نفسك. انا كده جمعت لك كل الاسئله اللي جت في امتحانات الثانويه العامه كلها، ما سبتلكش ولا سؤال بالمناسبه. فاحنا مش عايزين نكبر الموضوع نقول بقى الايميل وشغلانه وقصص وحوارات وبتاع. هو زي ما انا قلت لك عليه كده، هتذاكره بالظبط معاك في نص ساعه، ونص ساعه كتير عليك، دي كمذاكره. طب ما تيجي نطبق بقى، يعني انت عمال نقول ونعيد ونزيد، طب فين التطبيق العملي؟ انا قلت لك هتشتغل معايا وتسمعني النهارده هتدخل الحل على طول يا باشا. كاتب لك انا فوق ايه؟ النموذج الاسترشادي ل 2023 اللي منزلاه الحكومه، اللي منزلاه الوزاره عندنا، مش انا اللي كاتبه من عندي ولا حاجه. خلاص. كان في اسم هنا والله مش عارف ودوا الاسم فين. وديتوا الاسم فين يا جماعه؟ هنكتب احنا اسم من عندنا، معلش. هنكتب مثلا ندى. حلوه ندى، سهله اهي. تمام كده الايميل كده ايه مظبوط وزي الفل، الله يسامحه بقى. بتقول هي ساره هويت جبت اس زوندر انجيبوتي باي عمر افندي فايس دو، تعرفي Wie sind die Preise dort? Und wann sind die Kaufhäuser geöffnet? ده الايميل اللي عندنا يا جدعان. ما تيجي نطبق اللي قلنا عليه. رقم 1، الخطوه الاولى شغلت ان هم اينس. هنعمل ايه؟ نعكس الاسماء. جدع. يبقى انا فوق اقول له هي مين بقى؟ ندى اللي احنا جبناها من عندنا عشان الجماعه كانوا هنا، معلش. تمام. بعد كده بقى ابدا احدد الاسئله اللي جوه الايميل. هل ده سؤال هويت جبت اس في علامه استفهام؟ مفيش، ما تشغلش بالك، شيل كل ده. السؤال بقى هل ده سؤال؟ لا برضه. السؤال بدأ بحاجة اسمها في بعدها زند، يبقى الترجم. يبقى هنا في معناها بالعربي ايه؟ كيف. جدع يا ولد، جدع، برافو عليك.
يبقى عايز في الاجابه ايه؟ عايز في الاجابه صفه. مش مهم التكمله يا سيدي، عارف والله انا عارف ان هنا تكمله الجمله زين دي بغايص، يعني كيف تكون الاسعار هناك. بس انا عايز اثبت في دماغك طالما السؤال بفيه عايز في الاجابه صفه. طب الصفه اللي هنجاوب بيها نغير اللون الاحمر بقى، نجيب ازرق، ازرق ان شاء الله. يلا يا بيه، شيلنا فيه وكتبنا ايه؟ جود، خط جميل وزي الفل اهو. وبعدين اكمل كل حاجه زي ما هي، مفيش تحويل ضمير، مفيش تحويل ضمير، مفيش تغيير اي حاجه، مفيش. شيل فيه وحط جود. كمل زنت دي بغايسه دورت. شكرا. حط بونكت كده يا باشا، انت خدت ايه؟ الدرجه ونص الاولى بتاعتك. مش عايز الكتب معناها ما هتكتب، مش عايزينها. ماشي. السؤال الثاني بقى ساعتك بيقول لك ايه بقى؟ انت فان. السؤال بقى ده بحاجه اسمها ايه؟ فان. يعني ايه فان؟ ترجم بسرعه. فان معناها متى، صح؟ فان زند دي كاوف هويزر جوفنت. طب المحلات دي مفتوحه امتى يا هير؟ شيلنا فان. واحد يكتب مورجن عادي، هنكتب ساعه يبقى نقول له اخت اوه الساعه 8. كمل ما هتقف مكسل يا بيه حرام عليك، مكسل تكمل الجمله، هي موجوده قدام فوق اهي. بقول لك لو واحد غشيم بيصح والله ممكن ما يديك صفر فيها، ما يديكش فيها درجه اصلا يعني. هيقول لك مش مكمل الاجابه وهو فوق قايل له كمل الاجابات، خد يابا صفر. طب ليه؟ انا هكتب اخت اوه واكمل الجمله من فوق. يبقى كمل زند دي، انت بتنقل من فوق كاوف هويزا جي اوفنت زي جود. تحط نقطه، الشاشه مش جايباها وكاتبين لك صوره تحت، انت كده خدت كام من كام؟ 3 درجات. على ايه؟ عيد كل مره اكرر واعيد واقول لك على كلمتين، كلمه جود اخته. ده الامتحان بتاع النماذج الوزاره، النموذج الاسترشادي. مش انا مش مختار حاجه سهله، بالعكس. ودي بشرة حلوه للطلبه كلها. انا حابب اقول لك ان شاء الله باذن الله تعالى ببشرك ان امتحان الالماني السنه دي هيكون 100 هيبقى احسن باذن الله. احسن امتحان عندك في في السبع مواد كلهم هيكون امتحان الالماني باذن الله. ده مثال. لا ما فهمناش، انا عارف قاعد هقول لي مش فاهم، هقول لك تحب اقول لك على حاجه؟ طيب بص، عشان احنا بنراجع ورا الناس. ده امتحان بوكلت 2017 عشان تعرف ان الاسئله بتتكرر وبتتعاد. هو تقريبا نفس الايميل جابوه في 2023. يعني مش بعيد لو انت بتحل امتحانات السنين اللي فاتت هتكون حليت الايميل بتاع السنه دي مره واثنين وثلاثه واربعه، تروح الامتحان مش هياخد معاك دقيقتين. ليبي ايمان دايما الاسم بيتاكل، مش عارف ليه. في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ في اسم تحت، مين هي؟ انا مش عارف والله. ما علينا يعني. كايرو كاوف هاوس هات اين زوندر انجبوت ايش مشت اينن غوك كاوفن. Was möchtest du kaufen? Und wo treffen wir uns? Wer kommt auch mit? الأول طبعا كانوا 3 أسئلة 4 أسئلة في الإيميل. السنة دي سؤالين فقط لا غير. بس احنا فاضيين وهنجاوب على 4 أسئلة عادي. هل ده سؤال؟ لا ده سيست كاين فراغ، ده مش سؤال، سيبك منه. هل ده سؤال؟ مش سؤال. تخيل عشان بس ما تقلقش تقول لي ايه ده انا هسيب الجمل دي كلها. سيبها، ايه المشكلة؟ برضه ده مش سؤال. السؤال بدأ اهو. Was möchtest du kaufen؟ انت عاوز تشتري ايه؟ اهم حاجه كاوفن يعني يشتري. كاتبينها في الجدول فوق، ابقى ذاكرها من فوق. هتشتري ايه؟ ابدا بالحاجه اللي هشتريها. طبعا دي بنوته، يبقى كده هتشتري بلوزه. طبعا احنا فوق هنكتب مروه مثلا من عندنا. معلش انا بقى صح ورا الناس اللي شغاله هنا يا جماعه، ما تشغلوش بالكم عادي. مروه تمام. هنكتب ايه في الاول بقى؟ انا هشتري ايني بلوزه زي جود. وبعدين كمل. مشتي بدل دو جدع ايش، وبعدين كاوفن. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ خلاص كده. السؤال الثاني فو تغفن فيا اونس. احنا هنتقابل فين؟ انا عارف ان ناس كتير بتتفرج علينا سواء كانوا اخواتنا المدرسين او كده، هيجي يعلق على الحته دي يقول لك ازاي؟ هيقول لك احنا هنتقابل فين؟ تقول له في القاهره. طب انا هبعتها لك في عندك انت، اقول لك طب انت لو طالب كتبها لك في القاهره تحسبها صح ولا غلط؟ هحسبها له صح. هنتقابل فين في القاهره؟ طب واد مصر مش عجباني يا هير، الاجابه هنا مش منطقيه، مش اكتب اي حاجه. هنتقابل في المنزل، ايه المشكله؟ يلا يا بيها يبقى تسو هاوز. والله انا عارف الناس الشاطره تعرف تكتب كل الكلام ده. هنتقابل على الناص يا دي ايكي او انديا ايكي على الناص عادي. فوق دي كينو قدام السينما، كلها اجابات صح، بس احنا بنحاول نسهل على الطلبه ونقول له الصح فين. سو هاوزي. وبعدين بقى تغفن الفيرب يعني نازل ايه زي ما هو. يا بيه عشان قلت لك هنا الضمير اسمه فيا، وفير ما بتتغيرش. وكمل انس زي جوت، حط نقطه.
يلا نيجي بقى للسؤال الثاني. بيقول ايه السؤال الثاني؟ اون فو تغفن فيها انس. زي ما قلت قبل كده ان ممكن هنا ناس تعترض احنا هنتقابل فين؟ ازاي اكتب له في الاجابه ان كايغو في القاهره؟ يا سيدي شغاله والله اجابه، انا راجل بصحها واحسبها لك صح وكل الناس هتحسبها صح. طب انت مش عاجباك ان كايرو، هنتقابل فين؟ عايز اقول له هنتقابل في المنزل. طب ما تكتب في المنزل، ايه المشكله؟ وانا هكتب معاك اهي. يعني ايه في المنزل؟ اسمها ايه؟ تسو هاوزي، في المنزل. صح، برافو عليك. واحد هيتقابل ام دي ايكا على ناحيه الناصيه او على الناصيه، صح، ايه المشكله؟ فاضيم كينو قدام السينما، صح، كله صح. بس اهم حاجه تكتب اجابه، ما يبقاش في حاجه اسمها جراماتش فيلر، يعني اخطاء في الجرامر. نكمل الجمله عادي. تغفن ادي الفيرب اهو. واحد يقول ليه الفعل هنا نازل زي ما هو؟ عشان الضمير فيا برضه هينزل زي ما هو. انا قلت فير ما بتتغيرش. ونكمل اونس زي جود. السؤال الاخير بيقول لي فيا، سامعك اهو، سامعك، برافو عليك. فيا معناها ايه؟ من للعاقل. اتفقنا اشيل فيا واكتب اسم ولد او بنت. هنقول له مثلا مين؟ علي. وبعدين اكمل الجمله كما هي. قمت الفيرب ايه ده؟ يعني الفعل نازل زي ما هو عشان الضمير ما اتغيرش. واكمل الجمله زي ما هي. لو انت جالك السؤال ده بتاع فيا كنت مت او خمت، عملت ايه؟ هي اداة استفهام واحدة بس اسمها فيا، شلتها وحطيت علي وخدت عليها درجة ونص. كده يا جدعان احنا كده جاوبنا كام ايميل يا شباب؟ 2 صفاي ايميلز. في حاجة تاني ممكن نجيبها تاني في ايميلز تاني؟ لا بقى لو في حاجة تاني انا هسيبها لك على فكرة في تبقى انت تجاوب مع نفسك في البيت. هو مفيش تاني هنا بقى. انا عملت ايه بقى؟ برضو اللي عايز يتدرب اكتر واكتر واكتر، جبنا بقى الاسئله لوحدها سؤال سؤال كده. وازاي نعمل ايه بقى؟ نجاوب على السؤال ده عشان برضو اللي ما فهمش في اللي فات لتالت مره يفهم معانا. السؤال قدام سعادتك: في جيت اس ديا، كيف حالك؟ شيل في، عايز في الاجابه صفه، هكتب جوت. الفيرب هينزل زي ما هو جيت، الضمير اس ينزل زي ما هو بدل ديا زي جوت. برافو عليك، اسمها ميا. حطينا نقطة اهي. فاس تود في، ماذا يؤلمك؟ انت عارف اللي وجعك. اشيل فاس واقول له مثلا ماين ارم، شبه الانجليش اهي، دراعي. بس كده، بس كمل يا باشا. تود في زي جود، جدع، برافو عليك، تمام. سؤال تالت، سؤال تالت مفيش مشكلة. فاس هاز تو دو، عندك ايه؟ اشيل فاس، كلنا متفقين على حاجة اسمها فيبا، تمام. هاست في الاجابة هتبقى هابي، بدل دو في الاجابة هتبقى ايش. وكمل الجملة. دين هتنزل زي ما هي دين. اجاوب تاني يا شباب ولا كده كفاية؟ عايزك بقى هسيب لك انا الكلام ده زي ما قلت لك. في اللي عاوز الملازم دي كلها بي دي اف وعايز يجرب مع نفسه في البيت يا رجاله، يبعت لي على الرقم اللي هلاقيه موجود في الفيديو من قدام كده ويبدا، وانا هبعت له الحاجات دي كلها ان شاء الله بي دي اف، او يراسلنا على التليجرام. خلاص كل الاسئله احنا اتعودنا عليها وحليناها فوق، وفي ليها نماذج اجابه. عايزك تتدرب على كل الاسئله دي كلها. السؤالين اللي جايين في امتحان 2023 بإذن الله تعالى أوعدك إن هم مش هيخرجوا من الأسئلة دي بالنص بالنص. وبإذن الله هنتقابل بعد الامتحان ونراجع مع بعض الفيديوهات دي وأطلع لك الامتحان بالكامل من هنا. ده الجزء الأولاني. أنا كده خدت 3 درجات زي ما وعدتك، قلت لك أسهل درجات 3 درجات في الثانوية العامة كلها. نيجي بقى للثلاث درجات التانيين. مطلوب من سعادتك إنك تكتب حاجة اسمها أوفزاتس. يعني أوفزاتس موضوع تعبير. يا نهار ازرق، انا هكتب تعبير في الالماني؟ ده انا ما بعرفش اكتبه بالعربي يا بيه. مفيش الكلام ده. ده في الالماني هم كلهم على بعض كام كلمه اهو. اقرا كده: على الطالب في هذا السؤال ان يكتب فيه موضوع مكون من عدد كلمات من كام لكام؟ من 25 الى 30 كلمه. كلمه مش جمله، تمام. ممكن يجي لي على اوفزاتس واحتمال قليل جدا يقول لك اكتب موضوع التعبير بس على شكل ايميل. ازاي على شكل ايميل؟ هقول لك ما تقلقش. طب انا هكتب موضوع ازاي؟ ركز بقى بعد اذنك في الملاحظات اللي جايه دي كلها. اهم حاجه وانت بتكتب موضوع التعبير، وزي ما بقول لك كلامي خده ثقه، يعني اهم حاجه اتاكد من اسم الموضوع اللي انا هكتب عنه. وانا هكتب عن ايه؟ ما تستعجلش، ما تبصش في اي كلمه من العناصر المساعده وتقول هو ده موضوع التعبير. لا، لو انت كتبت في موضوع غير المطلوب او العنوان اتغير هتاخد صفر. يقول لك ده خارج الموضوع، لان هالته كله مش متفق معانا، مش عايزينه، هتاخد صفر على طول. ده انا بحذر. لازم اتاكد اعرف ايه الموضوع اللي هكتب فيه، مرض ولا رحله ولا عيد ميلاد ولا اسم الموضوع بيتكلم على ايه. فانت دورك في اللجنه سعادتك قبل ما تضرب قلم في كراسه الاجابه اللي هو في البابل شيت من ورا، خلاص اتاكد اسم الموضوع اسمه ايه. خلاص عرفت الموضوع بيتكلم مثلا على بايم ارتست او المرض او اي حاجه تانية. رقم 2،
ده للناس الشاطره. تحديد زمن الموضوع، انا هكتب في المضارع ولا هكتب في البريتيريتوم في الماضي. حاول استخدام العناصر، مش حاول، ده انا هشطب كلمه حاول دي واقول لك كده ايه، لازم تستخدم العناصر اللي جايه في موضوع التعبير. هو يا باشا اقول لك اكتب مثلا عن المرض، حلوه، بس بشرط. ايه هو الشرط؟ ان هو هيديك كلمتين من الكلمات المساعده، لازم الاقي الكلمات المساعده دي جوه الجمل اللي انت هتكتبها. في جملتين ماشي، طب واد زي الفل وهيحط الكلمتين العنصرين في جمله واحده بس، على دماغي من فوق. طب وبعد كده سعادتك هتكمل ال 25 كلمه من دماغك. حلو قوي. لا تكتب اكثر من 5 جمل او 6 جمل بالكتير، يعني ما تزودش ما تافورش. انا طالب منك 30 كلمه، ما قالكش كاتب 40 كلمه. ليه؟ سالني ليه، اقول لك ليه. كل ما هتكتب اكتر سعادتك معرض انك تغلط اكتر، ولما تغلط اكتر انا هعد وراك. تعالى يا حبيبي بقى، انت كنت غلطان 3 اخطاء في الريشت شرايبنج في الكتابه الصحيحه، بقوا 5، انقص درجه على طول او انقص نص درجه. طب ليه؟ خلينا نمشي كده ايه، واحده واحده. تمام. رقم 5، لازم تحديد الضمير المستخدم، دي مهمة جدا يا شباب. خد بالك في الحتة دي، هعيدها مرة 2 و3 و4 و5. اعرف انت بتتكلم عن مين. لما يجي يقول لك دو بيست غانك، انت تعبان، انت مريض، فانا هكتب عن مين؟ عن نفسي. فكل الجمل اللي هكتبها كلها تبدا بضمير اسمه ايه؟ ايش. برافو عليك. طب لو جه قال لك بقى، ركز اهو، داين فاتا است غانك، والدك ابوك هو اللي تعبان مريض، ينفع انا ابدا موضوع التعبير بايش بينك غانك انا مريض؟ اسف، غلط. وفي يعني الكلام اللي بيتقال ان ممكن هحاسبك رسمي، هحسب لك الموضوع كله غلط، لان خارج الموضوع. انا بقول لك اكتب عن نفسك، ما تكتبش عن ابويا. ما تكتب، بقول لك اكتب عن والدك، ما تقولش ايش. طب هعمل ايه؟ اكتب، هو بيقول لك داين فاتا است كانك، ابوك تعبان. تعالى الجمله الاولى هتقول ماين فاتا است كرانك، ابويا مريض. طب انا عايز اعوض عنه بضمير، طب اب ده مذكر، الناحيه الثانيه هبدا الجمل كلها بضمير اسمه ايه. طبعا اكيد عارف، مش محتاج اقول ان لو قال لك داين موطه، مامتك مريضه، يبقى انا هاجي تحت موطه مؤنثه، يبقى الجمل كلها بدأ بضمير اسمه ايه يا شباب؟ زي، اللي هي معناها بالعربي ايه؟ هي. انما ايه معناها بالعربي ايه؟ هو. فدي حته مهمه، لازم اعرف انا بتكلم عن مين، عن نفسي ولا عن اسم مذكر ولا اسم مؤنث. دي مهمه جدا. نماذج 6، خد بالك من الجغوص والكلاين. معروف ان انا ببدا في، يعني امتى اكتب حرف كبير وامتى حرف صغير؟ الحرف الكبير في 3 حالات. رقم 1، بدايه الجمل كلها كلنا عارفين، طالما هبدا الجمله اهو ابدا بحرف جغوص. نوما سفاي، اي اسم ليه اداه تعريف، طالما كلمه فاطا ليها اداه تعريف يبقى تبدا بحرف جغوص. رقم 3، حد عارفها؟ هسكت ثانيه. حد عارف امتى ابدا حرف جغوص تاني غير بدايه الجمل والاسم ليه اداه تعريف؟ زي جود، برافو عليك. والضمير زي حضرتك جه في اول الجمله، في نص الجمله، في اخر الجمله، بتكتب حرف تحت جغوص ومشتقاتها. عارف يعني ايه مشتقاتها؟ يعني الضمير ايه، ضمير ملكيه. خلاص، ابن حضرتك وولد حضرتك وهكذا بيبدا بحرف ايه؟ حرف جغوص. تمام. الفعل دايما رقم 2، وزي ما قلنا في اول الفيديو، الف به الماني الفعل مكانه الثاني. اي حد بيصحح عينه دايما على مكان الفعل، لا الفعل رقم 2 يحسب لك الجمله صح. طب ابدا باي حاجه، ابدا بظرف زمان، بظرف في مكان، ابدا بضمير شخص، بس بشرط حط الفعل رقم 2. عينك دايما على الفيرب مكانه فين؟ رقم 2. طيب في حته مهمه عايز اقولها يا شباب، ده المفروض انت هبقى قريت الحاجات دي كلها وهبدا اكتب موضوع التعبير. خد بالك، هو هنا في الامتحان هديك عنصرين، كلمتين حطهم في جملتين او في جمله واحده بس. طيب وباقي الجمل هجيبها منين؟ باقي ال 30 كلمه هجيبها منين؟ هجيبها من دماغي. اذا انت هتكتب جمل من دماغ، لازم تبقى داخل الامتحان عارف جمل. واغلب الطلبه، انا عارف دماغ الطلبه والله، هو اصلا مش عارف هيقول ايه بالعربي. طب انا اعمل ايه؟ اجهز نفسي، ده ثانويه عامه يا شباب، ابوس على دماغك، ده ثانويه عامه، يعني انت جهز نفسك، بمعنى ادخل ابقى عارف، حافظ موضوع تعبير، حافظ جمل. هيقول لك بتحفظ الطلبه، يا باشا انا بحفظ جمل. هو هيخش جوه يقول ايه؟ بيقف ما بيعرفش يكتب ايه؟ لا يا باشا، يبقى انت اصلا كده العنصرين ممكن اكتبهم في جمله او جملتين بس، والباقي هتكتب من دماغك. فسواء كنت طالب ادبي، طالب علمي، طالب متاسس او مش متاسس، انا بنصحك انك تكون حافظ موضوعات تعبير قبل ما تدخل الامتحان. انهي موضوعات اللي احفظها؟ وفين الموضوعات اللي عندنا اصلا في المنهج يا هير؟ انا حابب ان احفظ موضوعات تعبير، هي فين بقى الموضوعات دي بقى؟ تعالى يا بيه، هنجيب لك الموضوعات دلوقتي كلها، بس ملاحظه صغيره كده عشان لو يعني لو قال لك اكتب الاوفزاتس على شكل ايميل، اكتبه ازاي؟ عادي جدا خالص، هو نفس موضوع التعبير اللي احنا اتفقنا عليه من 25 كلمه او 30 كلمه، بس بشرط هتكتب اسمه فوق
واسم تحت. طب وهجيب الاسماء منين؟ ما هو مديها لك. هيجي يقول لك زي هايسن احمد او زي هايسن دينا، اسمك دينا، اول اسم هيقابلك اكتبه تحت، لان ده اسم مين يا شباب؟ الراسل. والاسم الثالث غايبا زي ان ايه، اكتب لايه، يبقى ايه اكتبها فين؟ فوق. وشكرا. وموضوع التعبير اللي انت عارفه هتكتبه، اكتبه في النص. يبقى كده انا حولت الاوفزاتس لايميل. برافو عليهم. فين الموضوعات اللي عندنا بقى؟ فين ده اهم حته بقى الناس كلها مستناها في الفيديو ده. فين الموضوعات اللي عندنا في ثالثه ثانوي؟ هل يا شباب احنا بقى زي مثلا المواد الثانيه او الانجليش مثلا او اي حاجه تانية، يعني هل هو ممكن يجيب لي الاوفزاتس موضوع التعبير اللي جاي في الامتحان من الاحداث الجاريه؟ يعني يجي يقول لي مثلا اكتب لي رايك او انطباعك عن حرب اوكرانيا وروسيا مثلا، ما ينفعش. احنا عندنا موضوعات ثابته في الكتاب عندنا، لازم الموضوع التعبير اللي جاي هيجي من قلب الموضوعات اللي عندنا خدناها في المنهج. طيب من الاخر يعني قال لي بص يا باشا، برضه هجيبها لك انا صريح معاك للغايه. لو احنا حسبنا الموضوعات الدروس بتاعه ثالثه ثانوي، يعني من ليكتسيون 90 10 لحد فيها 90 14، في عندي 5 وحدات. فانت المفروض في كل وحده من دول تبقى عارف موضوع تعبير. يعني ليكتسيون 90 10 في موضوع المرض، 11 في رحله او الطريق للمدرسه، 12 بيتكلم عن الاصلاح او التصليح، 13 بيتكلم عن التسوق، 14 اخر موضوع بيتكلم عن دعوه وعيد ميلاد. هم دول اهم فيشتجتيمن موجودين، اهم الموضوعات اللي موجوده عندنا في ثالثه ثانوي كلها، ال5 موضوعات دول. طب ممكن يجيب من موضوعات ثانيه ثانوي؟ ليه لا، ممكن يجيب موضوعات. هقول لك برضو على المهمين في ثانيه ثانوي. اهم حاجه اظبط في دماغك 5 أو 6 موضوعات موجودين في منهج ثالثه ثانوي، وان شاء الله هيجي منهم موضوع في الامتحان باذن الله. ادي الموضوع. انا اجيب لك بايم ارتس عند الطبيب عند الدكتور. مش عاجبك العنوان ده؟ ممكن في الامتحان يجي يقول لك ايه بقى؟ دو انت بيست جرانك، انت مريض. ما تجيش تقول لي هير انت جبت لي الموضوع بايم ارتس عند الطبيب، هو في الامتحان جابوا لي انت مريض. ما هو نفس الموضوع. جه قال لك عند دكتور في مستشفى، انت تعبان، عندك مغص، بطنك وجعاك، والدك مريض، مامتك مريضه، هو نفس الايه الموضوع اللي عندنا. داين كوب في توت في، راسك وجعك، هو نفس الموضوع. حلو قوي. وهيديني بس مش هيديني كل العناصر دي. انا قلت كام عنصر؟ 2. برافو. استخدمهم ازاي؟ تعال نشوف. انا هكتب معاك الموضوع ده بس، يعني الموضوع ده هكتبه لك، وبقى الموضوعات كلها انا كاتبها لك جاهزه ومتظبطه ومترجمه بالعربي كمان موجوده معاك، فهتبدا تحفظ منها. طيب هنبدا بقى نكتب كمثال. اول موضوع عندنا هنشتغل فيه مع بعض وبصوت عالي هنفكر مع بعض. دلوقتي بايم ارتس عند الدكتور. اول جمله ابداها ايه؟ طبعا بيتكلم عن المرض، فاقول له انا مريض، يبقى ايش بين كرانك، انا اكون مريض. وبعد اذنك بعد اذنك يعني تعمل ايه بقى؟ قول الجمله باللغه العربيه الفصحى، هتطلع معاك زي الفل. وقلبها الماني، انا اكون مريض. طب قلت انا مريض، فين الفعل؟ وقع منك. هتقول انا اكون مريض، يبقى ايش بين كرانك. ماشي. وبعدين هالس شمالت سن، الم في الحلق. دي انا عندي الم في الحلق. ماشي معاك واحده واحده. ايش هابي هالس شمالت سن، انا عندي الم بالحلق، وحطيت نقطه زي جود. طب الفعل untersuchen ايه ده؟ صعب جدا. ايه untersuchen؟ يكشف، يفحص. مين اللي هيكشف عليا؟ الدكتور. يبقى باللغه العربيه الدكتور هيكشف عليا، الدكتور هيفحصني. مين هو الدكتور؟ ما ننساش الارتيكل، يبقى دي ارتست الطبيب. الفيرب اسمه untersuchen، بس هتصرفه مع المفرد ارتست، يبقى اسمه ايه بقى؟ untersucht. طب الدكتور هيكشف على مين؟ عليا انا، بس انا هنا جاي في حاله ايه؟ انه متغاي 3، يبقى جاي في حاله ايه؟ الأكاكا. يبقى دي ارتست untersucht ايه؟ مش. برافو عليك. ماشي. ايه تاني؟ اسن ابوتيك. هنقول كل ده بس نجيب احنا جمل في النص. الدكتور كشف عليا، وبعد ما كشف عليك الدكتور نصحك قال لك ايه؟ ده قال لي ان انا لازم اقعد في السرير، يبقى ايش ذل. برافو. فين؟ امبت في السرير. طب انا عايز ازود كلمات، يبقى دغاي طاجي 3 ايام. ما تنساش الانفينيتيف، يبقى بلايبن، ان انا لازم ابقى في السرير كام يوم؟ 3 ايام. تمام. وقال لك ايه كمان؟ اكل اكل صحي. ايش اسي جيرن اوبست. ده انا كمان لازم اكل، وبحب اكل ايه؟ فاكهه كتير. تمام. ابوتيكي، ما انا هروح بقى الصيدليه بقى،
يبقى إيش جيه تسوى أبو تيكي. كلنا بنحبها الكلمة دي، معرفش بتفكرنا بحد كده. إيش جيه تسوى أبو تيكي. في إيه كمان؟ ها، ميديسين. طب رايح الصيدلية تعمل إيه؟ إيش kaufe die Medizin. sehr gut. انا حاسس كده ان انا كملت 25 كلمة. خلاص طالما انت عديت سعادتك بقى ولقيتهم 25 كلمة، ما تزودش ما تأفورش، عشان انا قلت لك قبل كده هتزود كتير زي ما قال لك زمان، هتشتغل كتير، هتغلط كتير، هتتحاسب كتير، يعني كده كده هتنقص. فبلاش. انا عديت نفسي ولقيت نفسي 25 كلمة، ابو سيدي وش ودار والحمد لله. عايز ازود جملة تانية او اكملهم 30 كلمة، برافو عليك، ما تزودش اكتر من كده. كده انا ده الموضوع الاولاني. خد بالك لو انا خطي صغير او انا خطي حلو شوية، انا ممكن اكتب الاوفذاتس كله في سطر او سطر ونص. انا مش هقعد اعد وراك كلمة كلمة، ما فيش حد بيعد. انا عيني بس على حاجتين: رقم واحد العناصر اللي هي موجودة في موضوع التعبير، رقم اتنين ان الاقي الفيرب رقم جاي في البوزيسيون بتاعه صح في رقم اتنين. بس غير كده يا باشا، مش من اول خطأ في الجراماتيك انا انقصك، ولا من اول خطأ في الريشت شرايب والكتابة السليمة انقصك. بالعكس، دي في قاعدة للتصحيح من 3 ل 4 اخطاء عدي، زادوا 5 ممكن ينقص نص درجة، عدينا الأخطاء عدت كده ممكن تنقص درجة. وكل ده إن شاء الله بإذن الله هيعدي، بس بشرط إنك الحاجات الأساسية تعملها. ده الموضوع الأولاني. ساعتك هتقعد تجيب ورقة بيضاء، وأنا بنصحك بكده واسمع كلام أنا، وتبدأ تحفظ في موضوع زي كده. والله جه في الامتحان وجات العناصر من الحاجات اللي أنت حافظها على راسنا من فوق، جات حاجات مختلفة بس نفس الموضوع. لما تكتب لي الموضوع ده أحسن ما تهبط في الامتحان وتكتب جمل غلط، يبقى أنت جاهز، اتعب شوية احسن. ده الموضوع الاولاني. فين بقى الموضوعات بقى؟ طبعا انا هنا يا شباب جايب لك بقى الموضوعات اللي عندك كلها زي الموضوع الثاني اهو. ايني غايزي ناخ اليكس، رحله اسكندريه. جت رحله، مش اسكندريه حلوه اهو. جت اورلاوب اجازه، برضه هو نفس الموضوع. طب انا في الامتحان شلت بقى اسكندريه دي وجبت لك بقى بلد تاني، جبت الاقصر مثلا. خلاص يا جدعان، جبت له الباشا اروح الاقيه كاتب في الامتحان اين رايزن اخ اليكس. يا ابني بقول لك رحله الاقصر، انت خلاص يعني تروح تكتب في اسكندريه برضو اليكس؟ لا طبعا، يبقى انا هغير بقى، اشيل اليكس واحط هرجاده، احط الاقصر، اشوف انهي مدينه اللي جيبها واكتبها بعدها. جاب اجازه، هي نفس الايه، نفس الموضوع ده، من اسهل الموضوعات اللي عندنا على فكره. الموضوع انا حابب اكتب فيه، معلش يعني لو جه الموضوع بتاع الرحله هتقول له ايش فاغي. انا بس بعرفك ان الموضوع سهل ازاي. ناخ اليكس، انا هسافر فين؟ اسكندريه. امتى يا بيه؟ امزومه، في الصيف. جدع. وبعدين هعيد نفس الجملة مرة تانية. ها، ايش فاري، ها ميت، هتسافر مع مين؟ ميت دي فاميلي، مع العيلة بتاعتك. جدع. وبعدين عيد نفس الجملة تاني. بص بقى بص بقى، انت بتشغل دماغك كده بس مفيش مشكلة. ها، ايش فاري، انا هسافر بايه يا حبيبي؟ ميت ديم اوتو، بالعربية او بالسيارة. تخيل ان انت كتبت 3 جمل كاملين في الموضوع ده، هي جمله واحده بس، كل مره غير كلمه، هنا امزومه وهنا ميديا فاميلي وهنا ميديم اوتو بس، وكمل بقى الجمله عادي خالص. ده من اسهل الموضوعات. انا بس بقول لك ان الموضوع سهل، ما تقولش بقى هحفظ موضوعات تعبير والموضوع صعب، ولا صعب ولا اي حاجه خالص. الناس اللي خطها حلو هتكتب الموضوع في سطر او سطر واحد، سطرين. شو الفيج، الموضوع ده جه تقريبا في سنه 2019، الطريق للمدرسه موجود عندك، وانا كاتب لك الموضوعات كلها ومجهزها وزي الفل، بس انا بعرفك الموضوعات اللي ممكن تجي لك في الامتحان. ماشي. الموضوع الرابع ام كاوف هاوس، اللي هو ايه بقى؟ في المتجر. دو كاوف ستاين هيمد، بتشتري قميص. اين كاوف تسوق، موجود في محل، بتشتري حاجه مع صاحبك، وهو نفس الموضوع. والموضوع ده من الموضوعات المهمه اللي موجوده عندنا. تمام. ايه تاني كمان يا قر؟ تعال نشوف. ماين هندي است كبوت، يعني ايه بقى؟ تليفوني عطلان. والله يا جماعه والله الموضوع ده بقى له 3-4 سنين مكتوب عندنا اهو في الملزمه، جاي في الامتحان الاسترشادي بنفس الكلمات المساعده. يعني اللي بص اللي فاكر الامتحان في الفعل فونكتسونيرن جاي في الكلمات المساعده، وكلمه غيب غاطوه جت في الكلمات المساعده برضه، يبقى الكلمات اصلا موجوده. فعشان كده انا بطمنك وبقول لك الموضوعات هتيجي من اللي احنا بنقول لك عليه باذن الله تعالى. الموضوع ده احنا هنخليه اخر موضوع، اخر موضوع عندنا في الحفظ في ال5 موضوعات يعني ان شاء الله. ماشي. ايه تاني كمان يا شباب؟ تعال بص كده معايا. انا يعني بحب الموضوع ده، وان شاء الله يعني احتمال كبير يعني باذن ربنا يكرمنا ويجي في الامتحان ان شاء الله. اسمه ايه بقى؟ جيبورتستاج، اللي هو عيد ايه؟ ميلاد. وممكن هنا خلي بالك اسميها، اغير العنوان واسميه اين لادونج. يعني ايه اين لادونج؟ دعوه. خلاص. ايه بقى؟ اتسوا بارت، اي دعوه يعني.
دعوة للحفلة مثلا، دعوة لحفل شواء، دعوة لحفل عيد ميلاد، او هو عيد ميلاد اصلا ما فيش، يبقى هو نفس الايه، نفس الموضوع. ماشي. ايه كمان تاني بقى عندنا يا شباب؟ عدي كده. هنقف لحد هنا بقى. يبقى انت لو عديت معايا الموضوعات دول، كام موضوع يا شباب؟ قال لي 6 موضوعات. هم دول موضوعات ثالثه ثانوي اللي ان شاء الله ان شاء الله الموضوع اللي هيجي من الامتحان باذن الله يكون منهم. طب انا قلقان، مش مصدقك قوي، او ممكن بقى يحصل زي ما حصل معانا زمان ويجيب حاجه من بره ال5 موضوعات دول. حقه، والمنهج موجود عندك بره. طب يجيب منين؟ يقول لي ارجع سنه لورا كده، سكه لورا على منهج تانية ثانوي. موضوعات كانت من اسهل ما يكون موجوده عندنا في تانية ثانوي. تعالى معرفك كان موجود ايه في تانية ثانوي. داين تاجس ابلاوف، الروتين اليومي، تعمل ايه كل يوم؟ موضوع من اسهل ما يكون. اقول لك على حاجه ايه؟ هقول لك سيب الموضوع ده واعرف اللي بعده. هو ايه اللي بعده؟ اللي هو ايه بقى؟ هوبس اونت في غايه سايت، وقت فراغ، او ام فوخن اندي. يعني ايه فوخن اندي؟ نهايه الاسبوع. طب انا نهايه الاسبوع ده انا هكتب على مثلا ام في غايه يوم الجمعه، طب ما ده يوم من ايامك برضه. يبقى بدل ما احفظ الموضوعين احفظ ده بس، يبقى يوم من ايام الاسبوع هو نهايه الاسبوع، نفس الجمل. انا بصحى بدري وبقابل زمايلي وبنروح النادي وبنلعب كره قدم وبنتفرج على التلفزيون او بنروح السينما، هي نفس الجمل. انا بوفر عليك وبريحك على قد ما اقدر. انا عايز احسسك بس ان الدنيا سهله وانك تقدر باذن الله تعالى تلم الدنيا كلها. الموضوع اللي بعده تغاوم بغوف، اللي هي الحلم الوظيفي، او لبلينجس بغوف الوظيفه المفضله، او فاس فيلز دو فيردن انت عايز تكون ايه او ماذا تحب ان تصبح. اخر حاجه عندنا او قبل الاخيره في الموضوع ده كان من الموضوعات المهمه يا جماعه على فكره، من موضوعات تانية سنه، وجه في امتحان قبل كده على ما اتذكر 2018، جه في الامتحان اللي هو كينو بيزوخ. كينو بيزوخ يعني كينو بيزوخ؟ زياره للسينما، او تياتا بيزوخ، زياره ليه؟ للمسرح. دي من الموضوعات اللي من فضلك يعني احفظ فيها جمل، او يعني اعرف هتكتب فيه ايه. طيب اخر حاجه عندنا بقى حاجه اسمها دويتش كورس، اللي هو هتعمل كورس الماني، او فاغوم ليرنز تو دويتش، انت ليه بتتعلم الماني؟ وده تقريبا انت عارفه من اولى ثانوي وثانيه ثانوي يعني. هي دي الموضوعات اللي موجوده عندنا في الالماني يا شباب. موضوع من اسهل ما يكون، 5 موضوعات مهمين بتوع ثالثه ثانوي، ضيف عليهم 5 بتوع ثانيه ثانوي برضو احتياطي هنذاكرهم. انا كده قلت لك كل حاجه للطالب الشاطر والطالب اللي على قده. اخر حاجه بقى، انا الكلام ده موجه للناس كلها. انا مهمتي كمدرس يا جماعه ان انا ما ينفعش اصدر مشكله للطالب، بالعكس. انا الطالب بيجي يسالني اسئله، انا دوري ان انا اجاوب عليه واحل له المشاكل دي. طب ايه المشكله اللي عندي بقى؟ كل الطلبه بتسال سؤال، وانت اكيد كزميل اتسالت وانت اتسالت وانت كطالب بتسال السؤال ده. يا هر ايه يا بيه؟ انا لو بالنسبه للعناصر او الكلمات المساعده هرجع لها تاني معلش. هنا طبعا انا اجيب لك الموضوعات كلها اهي، احنا كاتبينها وجاهزه والدنيا زي الفل. زي ما قلت لك لو انت عايز الفايل ده PDF انا ممكن ابعته لك ان شاء الله ايه، PDF يا باشا. تمام. طيب تعالى بقى للمشكله اللي انا قلت لك عليها، اللي هو انا عشان بس بفكر في مصلحتك وانا قاعد افكر لك وازاي لو عندك مشكله انا احلها لك. الجزئيه اللي جايه دي، الطالب بيجي يقول يا هير لو في عنصر او كلمه من الكلمات المساعده انا مش عارفها، انا مش عارف اترجمها في الامتحان. وارد جدا لاي حد على فكره يعني ان يجيب لك كلمه صعبه في العناصر المساعده، انا مش عارف الكلمه دي، طب انا هعمل ايه؟ اي حد يقول له قدامك حلين، ايه هما الحلين؟ رقم 1، يا اما انك تحطها تحشرها تهبتها في جمله وانت اصلا مش عارف معناها، او انك ما تكتبش اصلا عن الكلمه دي ولا تجيبها في جمله اصلا. مين الحل الاحسن؟ ان انا احطها في جمله وانا اصلا مش عارف معناها؟ اكيد بنسبه مليون في الميه تبقى الجمله غلط، واكيد هتحاسب عليها وهحسبها لك في الاخطاء بتاعتك وممكن انقصك. طب الافضل ايه، اتلاشاها؟ انا بالنسبه لي انت ممكن تتلاشى الكلمه العنصر ما تجيبوش في جمله وتكمل موضوعك عادي، واللي بيصحح لا الموضوع كله ماشي سليم وتمام واستخدمت العنصر الاولاني ممكن اديك فيها الدرجه كامله عادي. انما لو لقيتك غلطان فيها هحسب لك بقى، تعالى طلع انت مش عارف معنى الكلمه بتستخدمها ليه. بس هو ما فيش حل تاني غير كده، يا اما اتلاشى الكلمه يا اما استخدمها. الافضل طالما انت مش عارف معناها حاول تتلاشاها واكتب جمل تانية مكانها بقى في نفس الموضوع ده الصح. طيب وبعدين لو واحد مصر ان هو يستخدم الكلمه، لا انا راسي والف سيف جايب لي كلمه في العناصر المساعده لازم استخدمها ازاي؟ انا اوجدت لك حيله يعني هي هتمشي معاك ان شاء الله صح وغالبا ومية مية. تمام. هي ايه بقى؟ قال لي بص يا باشا، لما يجيب لك كلمه مساعده تمام في الاوفزاتس وانت عايز استخدمها ازاي؟ قال لي دورك بس انت كطالب تشوف الكلمه دي نوعها ايه، هل هي اسم ولا صفه ولا فعل. طب وبعدين لقيت الكلمة دي اسم اهو، لو انت مش عارف معنى كلمة في العناصر المساعدة تعمل ايه؟
حاول تستخدم الحيلة دي اللي هي ايه؟ الكلمة دي هتكون قلنا زي ما يا اسم يا فيرب فعل او صفة. لو الكلمة دي اسم هتقولي ما اعرفش. ما تعرفش ايه؟ ما اعرفش ان هي اسم. ما اعرف ازاي ان هي اسم؟ يا ابني سهلة. هتلاقي الكلمة اللي عندك اول حرف فيها حرف جغوص. يعني ايه جغوص؟ يعني حرف كبير. حرف كبير كاتب لي كلمة اوتو بالشكل ده. خلاص ده اسم. ليه؟ عشان حرف هنا حرف جغوص كبير. ده اسم. استخدمه ازاي؟ قال لي لو هو اسم وعرفت ان هو اسم حطه بعد اذنك بعد التعبير ده اسجبت. يعني ايه اسجبت؟ معناه بالعربي يوجد. يوجد ايه؟ طب تعال نجرب اجيب لك امثله برضو. جايب لك امثله. عندي كلمه زوندر انجيبوتي اللي هي معناها اوكازيون. انا مش عارف معنى الكلمه. طب استخدمها ازاي؟ احطها بعد اسجبت. يبقى انا بقول لك اسجبت زوندر انجيبوتي يعني يوجد اوكازيون. في اوكازيون النهارده. صح الجمله؟ صح. وانا بقول لك قريتها على اي حد؟ صح. اسجبت في كلمة تابليتين في الموضوع الأولاني بتاع المرض. اسجبت تابليتين في أقراص في دواء. صح؟ صح. هحسبها لك صح. وبالمناسبة والكلام ده أنا بقول لك أهو يعني كان من ضمن الحاجات اللي كان بينبهوا عليها في التصحيح إن طالما الطالب يستخدم الكلمة في جملة ألمانية سليمة بنحسبها له صح. حتى لو هي ملهاش علاقة بالموضوع خارج الموضوع بس كجملة ألماني صح استخدم الكلمة احسبها له صح. ومليون في المية أي حد بيصحح بيبقى دايما في صف الطالب. فأنا بقول لك الأفضل عاوز تستخدم الكلمة ونفسك تستخدمها اعمل اللي بقول لك عليه. في كلمة مثلا فاركارتن تذاكر سفر. اسجبت فارك في تذاكر سفر. صح. في كلمة إصلاح أو تصليح مش عارف استخدم. مش عارف أقول إن الإصلاح دورت مثلا دغاية طاجة هيقعد 3 أيام. أو كوستت مثلا 90 أوير هيقعد 10 هيكلفنا 10 يورو. طب استخدم اسجبت ريبراتور في تصليح. الموضوع فيه تصليح. التليفون بايظ وفيه تصليح نحسبها صح. في اسن اونت ترينكن أكل وشرب. عفوا اسجبت اسن اونت ترينكن في أكل وشرب. شوف أنا استخدم مثال 2 3 4 أهي. كل دي كلمات كأسماء مشيت مع التعبير اللي انا قلت لك عليه. ممكن في كلمات ما ينفعش. اكيد في كلمات مش هتنفع لكن اغلب الكلمات ان شاء الله هتنفع. ده احسن من انك تتلاشى الكلمه او انك تكتبها في جمله انت متاكد ان هي غلط وهتنقصك في الدرجات. ده لو الكلمه اللي عندي اسم اول حرف فيها حرف ايه؟ جغوص. برافو عليك. طب مش اسم هيطلع ايه يا بيه؟ هيطلع صفه. لو الكلمه اللي عندك دي صفه يا شباب صفه يعني اول حرف فيها حرف كلاين حرف صغير. طب ما ممكن فيرب. لا ما انا مش شرط عليك. ولا تنتهي باي ان في الاخر. كلمه بدأ بحرف صغير ومش اخرها اي ان يبقى اكيد دي صفه. طالما صفه تعمل ايه؟ حطها بعد التعبير ده. داس است. احنا بنتكلم عن الرحله. داس است انتريسانت. صح. داس است تول. داس است فايت الطريق بعيد. داس است بيلش بنتكلم على الاسعار. ده الموضوع رخيص او هذا رخيص. داس است جيزون ده حاجه صحيه. صح ان شاء الله صح. جالي مثلا بايم ارتست. داس است بايم ارتست. داس است ان كايرو. داس است بايم غبغاتور سيرفيس. صح ان شاء الله صح. يبقى لو لقيت الكلمه بدا صفه عندك بدا بحرف صغير ومش اخرها اي ان حطها بعد التعبير ايه؟ داس است. اخر حاجه طبعا عندنا اللي هي لو الكلمه اللي عندنا يا شباب فعل يعني بدات بحرف صغير واخرها في الاخر اي ان يبقى ده فيرب. نعمل ايه في الفيرب بقى؟ قال لي سهله. صرفها مع الضمير اسمه ايه؟ ايش. برافو عليك. واكتب بعدها كلمه اسمها ايه؟ جيرن. على سبيل المثال الفعل فاير يحتفل. مش عارف معناه ايش فاير جيرن. انا بحب احتفل. صح. الفعل اونترزوخن جبناه في مثال من شويه في الموضوع الاولاني. مش عارف انا معناه في الامتحان وقلت ايش اونترزوخ جيرن. انا بحب اكشف. انا بحب اكشف. صح. ايه المشكله؟ انا مصحح احسبها لك صح. ايش بتصالي جيرن بحب احاسب. انا لما اروح نشتري حاجه انا بحب اجري واحاسب. صح. صح. طب ايش غايز جيرن بحب اسافر. صح. اهو خد الفيرب ده من الفعل ايبر ناختن يبات. اغلب الطلبه بتنسى معناه وما بتبقاش عارفه ان هو بيساوي الفعل فونن يعيش او يسكن مثلا. مش عارفه. قلت ايش ايبر ناختي جيرن انا بحب ابات في المكان اللي انا واخد في رحله او حاجه. هتبقى رشتش ان شاء الله. هتبقى رشتش. انا حاولت. انا بحاول والله. انا بقول لك كل دي اسئله احنا بنتسالها كمدرسين من الطلبه بتوعنا. عاوزين نحل المشكله. حلها ازاي؟ زي ما قلت لك كده بالظبط. اتمنى من الله عز وجل ان انا اقدر يعني اكون قدرت في الفيديو ده ان انا ساعدتكم الى حد ما في السؤال بتاع المقالي. قلنا فيه 6 درجات ان شاء الله معانا باذن الله تعالى مضمونين. كل حاجه في موجوده في الفيديو. اتفرج عليه مره واثنين وثلاثه. وما تنساش بعد اذنك عشان خاطري تدخل على القناه بتاعتنا دحيح الماني وتسجل فيها وتبعت الفيديو ده للناس كلها واصحابك كل اللي بيتعلم الماني. واستنونا ان شاء الله تعالى في الفيديوهات الجايه في مفاجاه كبيره جدا جدا عشان هنشرح بقى الاسئله بالتفصيل. المواقف اليوميه والجراماتيك
وازاي تحل القطعة في الامتحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.